عمرك حسيتي إنك فقدتِ الشغف ومش قادرة تقومي من السرير؟ حاسة إن طاقتك صفر، حتى أبسط الحاجات بقت تقيلة عليكِ، حاسة إن كل يوم بيمر عليكِ تقيل وكأنك ماشية في دوامة من التعب والملل. الفيديو ده معمول مخصوص ليكِ، لكل بنت حاسة إنها تايهة ومش عارفة تبدأ، لكل واحدة حاسة إن حياتها فقدت اللون والحيوية. هنتكلم مع بعض خطوة خطوة، هنعرف ازاي نرجع طاقتك ونشوف ازاي حتى الحاجات الصغيرة ممكن تبقى سهلة وممتعة، وهتكتشفي طرق جديدة تحسسك بالشغف اللي فقدتيه. استعدي، لأني من أول دقيقة هتحسي بطاقة مختلفة، وهتبدأي تشوفي حياتك بمنظور جديد، وهتعرفي إن التغيير ممكن وإنتي كمان قدها. ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس، لأن كل فيديو جديد هيخليكي تاخدي خطوة لقدام في حياتك ويخليكي دايما متحمسة تبدأي من جديد. ويلا بينا نبدأ فيديو النهاردة. حاسة إنك فقدت كل حماسك؟ ده معناه إن شغفك راح. وإزاي تعرفي علامات فقدانه؟ طب يعني إيه فقدان الشغف؟ فقدان الشغف مش بس كسل أو تعب، ده شعور داخلي إن أي حاجة بتعمليها ملهاش معنى بالنسبة لك، وإنك مش حاسة بالفرحة أو بالإنجاز زي قبل كده. ممكن تحسي كمان إنك بتأجلي كل حاجة، حتى الحاجات اللي بتحبيها، وإن كل يوم بيعدي ومفيش أي طاقة جوه قلبك تحركك. أهم علامات فقدان الشغف: أول حاجة، عدم الحماس لأي حاجة. الحاجات اللي كنت بتحبيها قبل كده ما بقتش تهمك. تاني حاجة، تأجيل مستمر، دايما بتأجلي كل حاجة حتى لو بسيطة. تالت حاجة، الإحساس بالتعب النفسي، حتى لو جسمك كويس بتحسي بضغط داخلي وتعب نفسي مستمر. رابع حاجة، الروتين الممل، كل يوم شبه اليوم اللي قبله ومفيش حاجة جديدة تفرحك. خامس حاجة، فقدان الهدف، وهو إنك مش عارفة ليه بتعملي اللي بتعمليه ومفيش هدف واضح يحفزك. سادس حاجة، الانعزال، بتبعدي عن الناس وما بقيتيش عايزة تعرفيهم حاجة عنك ومش عايزة تشاركيهم أي حاجة. لو لاحظتي إن أي علامة من العلامات دي، يبقى لازم تدي لنفسك فرصة ترجعي الشغف والطاقة وتفتحي صفحة جديدة لحياة مليانة حماس وحيوية. أهم أسباب فقدان الشغف: واحد، الضغط النفسي والتوتر، لو دماغك دايما مشغولة ومتوترة هتحسي إن أي حاجة بتبذلي فيها مجهود تقيلة ومش ممتعة زي زمان. تاني حاجة، قلة الإنجازات، لما تحسي إن مجهودك مش مكفي أو مش شايفة نتيجة واضحة الشغف بيبدأ يختفي. تالت حاجة، الخوف من الفشل أو النقد، الخوف بيوقفك عن التجربة والتطوير، وده بيقتل أي شعور بالحماس أو الشغف. رابع حاجة، عدم وضوح الهدف، لو مش عارفة ليه بتعملي اللي بتعمليه أو مش شايفة الطريق اللي عايزة توصلي له، طبيعي تفقدي الحماس الداخلي جواكي. خامس حاجة، الإرهاق الجسدي أو النفسي، الجسم التعبان والدماغ المرهقة مش هيقدر يديك الطاقة اللازمة للشغف والحماس. سادس حاجة، تأثير الناس السلبيين، الناس اللي حوالينا ممكن يحبطونا من غير ما ناخد بالنا، وكلامهم أو تصرفاتهم يقلل من شغفنا. لو لاحظتي أي سبب من دول عندك، يبقى الوقت مناسب إنك تاخدي خطوة لورا، ترتاحي شوية وتبدأي تدوري على طريق ترجعلك الطاقة والحماس من جديد، وتعملي إعادة تشغيل لحياتك. طب إزاي أعمل إعادة تشغيل لحياتي؟ أول خطوة ودي أهم خطوة: واحد، خدي وقت لنفسك قبل أي حاجة. لازم تقفي شوية وتقيمي حياتك، اسألي نفسك ايه اللي عايزاه تغيريه، ايه اللي مش عاجبك، وايه اللي حابة تحتفظي بيه. تاني حاجة، امسحي اللي يضايقك، ابدأي تتخلي عن الحاجات اللي بتقلل من طاقتك أو اللي مش مفيدة، علاقات سامة،
عادات سيئة، أفكار سلبية. خليكي واضحة مع نفسك. تالت حاجة، حددي أهداف صغيرة، مش لازم تغيري كل حياتك مرة واحدة. حددي أهداف بسيطة وقابلة للتحقيق. كل خطوة صغيرة هتديكي إحساس بالإنجاز وتحرك طاقتك. رابع حاجة، ابدأي بعادات جديدة. اعملي روتين يومي بسيط يديكي طاقة وحماس. شوية رياضة، قراءة، كتابة يوميات، أكل صحي. الحاجات دي هتفرق جدا في المزاج والطاقة. خامس حاجة معانا، اتعلمي حاجة جديدة. اتعلمي حاجة جديدة سواء مهارة، هواية، أو حتى لغة. الحاجات الجديدة بتحرك العقل وبتديكي شعور بالحماس والإنجاز. سادس حاجة، حافظي على الطاقة الإيجابية. قربي من الناس اللي بتدعمك، ابعدي عن الناس السلبية، وخصصي وقت لنفسك كل يوم تعملي فيه حاجة بتحبيها. سابع حاجة، كوني صبورة ومستمرة. إعادة التشغيل مش هتحصل في يوم واحد، بس مع كل خطوة صغيرة هتحسي إن حياتك بدأت تتحرك وتتغير للأحسن بإذن الله. طب دلوقتي محتاجين نعرف إيه هي خطوات تغيير الحياة اللي المفروض نمشي عليها. أول حاجة هنطبق قاعدة ال10 دقايق. لو عندك حاجة تقيلة عليكي ملكيش نفس تعمليها، قول أنا هعمل منها 10 دقايق بس، وفي الغالب هتكمليها. حتى لو ما كملتهاش عادي. ال10 دقايق دول ممكن يكونوا مذاكرة، ممكن يكونوا شغل، ممكن يكونوا تنظيف. لأن الجسم بيحب البداية. مش شرط تعملي كل حاجة 100%، بس تبدأي فيها بدل ما تسيبيها خالص. أما رقم 2، النظام. انتي مش محتاجة تبقي كاملة، انتي محتاجة تبقي مستمرة. اعملي نظام بسيط بس يتكرر يوميا. ربع ساعة رياضة، تنشيط الدورة الدموية في جسمك. ربع ساعة ترتيب، ربع ساعة كتابة، عشان تطلعي كل الكلام اللي موجود جواكي واللي ممكن يكون مش بتحبي تقوليه لحد عشان ما يستهونش بيه أو يقولك انت مكبرة الموضوع. وربع ساعة تتعلمي فيها أي حاجة، ولو ما استفدتيش منها حاجة دلوقتي أكيد هتفيدك بعدين. واعرفي إن الاستمرار هيرجعلك شغفك. وكلمة ربع ساعة بس بتدي عقلك إن الموضوع بسيط ومش محتاج مجهود، ولكن أثره في يومك هيبقى مفيد جدا. أما رقم 3، اعرفي شخصيتك. في بنات بتشتغل لما حد يشجعها، وفي بنات بتشتغل بالالتزام، وفي بنات بتشتغل بالشغف. انتي بقى أنهي واحدة فيهم؟ اعملي نظام يناسبك مش يناسب الناس. رقم 4، حيلة التغيير. لو عايزة تغيري حياتك غيري حاجة صغيرة، صغيرة جدا. افطري أو اتعشي أكل صحي في يوم. نامي بدري، نامي بدري ساعة. اعملي أي حاجة تضحكي بيها على عقلك تكون بسيطة جدا، بحيث إن هو ما ياخدش باله إنها بتأثر على حياتك بطريقة سلبية. لأن العقل بيحب الراحة ومش بيحب يبذل مجهود ومش بيحب يشتغل. الحاجات الصغيرة دي بتعمل فرق كبير جدا. رقم 5، بناء شخصية جديدة. اعرفي انت عايزة تبقي مين. قبل أي حاجة حددي الشخصية اللي نفسك تكوني عليها. واثقة، منظمة، إيجابية، صبورة. اكتبي الصفات اللي نفسك تكتسبيها. اتخلصي من العادات القديمة. أي سلوك أو عادة بتقلل من قوتك أو ثقتك في نفسك لازم تتخلصي منها تدريجيا، سواء عادة سيئة، خوف، أو كلمات سلبية بتقوليها لنفسك. ابدأي بعادات جديدة تعكس شخصيتك الجديدة. مثلا لو عايزة تبقي أكتر ثقة اتعلمي تقولي لأ بدون خوف. اتدربي على الكلام قدام الناس، وسجلي نجاحاتك اليومية. اتعلمي كل يوم حاجة جديدة. الشخصية القوية محتاجة عقل متفتح. اقري، اتفرجي على محتوى مفيد، واكتسبي مهارات جديدة تعكس النسخة اللي نفسك تبقيها. حافظي على الطاقة الإيجابية، قربي من الناس اللي بتدعمك وابعدي عن الناس السلبيين. واحمي نفسك من أي تأثير يقلل من ثقتك أو يوقفك عن النمو. بس بعد كل ده هنبقى محتاجين نعرف حاجة مهمة.
إزاي تتعاملي مع نفسك في أصعب اللحظات؟ أول حاجة اقبلي شعورك، ما تكبتيش نفسك. حاسة بالحزن، بالغضب، بالإحباط، ده طبيعي. اعترفي بمشاعرك بدل ما تحاولي تخفيها. كلمي نفسك بلطف، ما تكونيش قاسية على نفسك. الكلمات اللي بتقوليها لنفسك مهمة جدا. قولي لنفسك هتبقي كويسة، ده وقت صعب ودايما بيعدي. خدي خطوة صغيرة، مش لازم تخلي كل حاجة مرة واحدة. ركزي على خطوة واحدة بس صغيرة، حتى حركة بسيطة هتحسسك إنك بتحركي حياتك للقدام. بعيدي عن الناس السلبيين، وقلتها كتير. في اللحظات الصعبة وجود ناس بيحبطوكي أو بيقللوا من شعورك بالقدرة هيزودي الألم. قربي من الناس اللي بتدعمك. اعملي حاجة بتحبيها مهما كانت بسيطة، قراءة كتاب، سمع موسيقى، شاي دافي. الحاجات الصغيرة دي بتساعد دماغك وقلبك يرجعوا للطاقة شوية. فكري نفسك بالنجاحات، افتكري كل مرة نجحتي فيها أو اتخطيتي صعوبة قبل كده. ده هيديكي ثقة إنك تقدري تعدي الموقف ده برضه. اطلبي مساعدة لو احتجتي، مش عيب ولا ضعف إنك تطلبي حد يسمعك أو تتكلمي مع متخصص. أحيانا مجرد مشاركة شعورك بيتخفف عنك كتير. وفي النهاية، لو وصلت معايا للدقيقة دي في الفيديو فأنا عارفة إن جواكي قوة كبيرة، حتى لو مش شايفاها دلوقتي. الشغف مش بيجي فجأة، الشغف بيجي لما نعمل خطوة صغيرة كل يوم. مش معنى إن شغفك رجع إن كده خلاص، لأ، ممكن يقع منك تاني. المهم تتعلمي تتعاملي مع فقدانه إزاي. ابدأي حتى لو بحاجة صغيرة جدا، 1% بس استمري عليه وهتشوفي الفرق. ولو الفيديو ده شدك ما تنسيش تعمليه لايك وتشاركي رأيك في التعليقات، وتشتركي في القناة عشان كل فيديو جديد يكون دافع ليكي لخطوة قدام.